انا جيت. يا رب امسح على قلبي حين أنزعج، وحين أغضب، وحين أتألم، وحين ترى أن حيلتي ضعيفة. يا رب هب لي من لدنك فرحة، فإن لا قوة لقلبي إلا بك. ربي أسألك بعظمتك ألا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا برحمتك. يا رب بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة تفرح بها قلوبنا وننسى بها همومنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني. صباحكم زي الفل، صباحكم زي العسل، والنهاردة معاد روتين يوم جديد. يلا حطي بسرعة لايك كده قبل ما نبدأ، وتعالي نبدأ يومنا النهاردة بكل طاقة ونشاط وتفاؤل إن شاء الله. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بدأت يومي بكوباية نسكافيه، حاجة كده تفوق. طبعا احنا مكملين في الدايت بعزيمتنا بدنيتنا بسلطاتنا ببابا غنوجنا. فطبعا كوباية النسكافيه القمر بتاعت الصبحية دي بتفوق كده وبتبقى جميلة. ما تعتمديش على النسكافيه يوميا او على القهوة يوميا او اي مشروب يوميا. اعملي ميكس كده كل يوم حاجة عشان ما تزهقيش وما تحسيش انك زهقانة كده وزعلانة ان يعني بتشربي حاجة واحدة مثلا طول فترة الدايت. فلا، منجهي نفسك على الآخر. بصي المشروب ده حكاية تحفة. جبت معلقة من النسكافيه بدون أي سكر، وضربتها بمعلقة من المية، مية ساقعة عادي من التلاجة أو من الفلتر عادي يعني، وبعد كده ضربتهم مع بعض بالمضرب الكهرباء. وبعد كده عمل فوم حلو جدا وتقيل. وتقلبي الكوبايه كده تلاقيها ما بتتعملش معاكي ولا بتقع ولا اي حاجه. زودت لبن سخن والله على الجمال. طبعا عشان تقللي من السكر او تمنعيه لازم تبداي مثلا لو بتاخدي معلقه حاولي تقللي شويه في شويه في شويه لحد ما هيوصلي لربع معلقه، وساعتها هتقدري انت تستغني عنه تماما. ده فطاري كده النهارده. هاخد النهارده الخاصيه الحلوه دي، وطبعا ازازه الميه بتاعتي، كوبايه النسكافيه باللبن، وهكسر صيام طبعا دلوقتي. تقريبا احنا وقت الظهريه يعني. وهاخد طبق من الفواكه او كوكتيل الفاكهه بدون اي اضافات. عايزه اقول لك انك اصلا لو انت في مزاجك بقى ان انت تفطري وقايمه جعانه والكلام ده، الخاصيه الحلوه دي هتشبعك تماما. مليانه بالالياف، مليانه بالميه، وهتحسي ان انت بطنك اتملت منها. ما تحاوليش تشيلي الاجزاء الخضره دي كلها، حاولي يبقى حبه من ده على حبه من ده، وبجد حلوه جدا ومشبعه. جيت بقى بعد الفطار كده، طبعا يعني الفاكهه دي ما خدتهاش على طول، كانت الخاصيه شبعتني والنسكافيه باللبن قفل معايا. فقعدت كده تقريبا ساعه كده ولا حاجه، وبعد كده اخدت طبق الفواكه الصغير ده. حلو الكلام؟ قولي تمام. بعد كده دخلت بقى على طول على المطبخ. انا عندي اكل من امبارح بس حبيت ان انا ازوده بوصفه كده تكون سهله ولذيذه. اخدت مكعب من الزبده على بيضه واحده بس، وضربتها كده بملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهزود معلقه واحده من الخل، وهزود بعد كده لبن بس هسخنه علشان الزبده بتاعتي طالعه من الفريزر. هتعملي ايه يا دودو؟ هنعمل مع بعض وصفه جلاش حلوه جدا وسهله جدا. اعتقد ان اخر واحده على الكوكب تعمل الوصفه دي. المهم ده خليط التسقيه هركنه على جنب على ما اسخن اللبن، وهعمل حشوه. ما حبيتش ان انا اعملها بلحوم ولا حاجه، حاجه اقتصاديه وفي نفس الوقت مش مكلفه. حبه حاجات من التلاجة، قطعتين لانشون، واحدتين فلفل اخضر، فلفل الوان لو عندك، كام واحده زيتون، معلقتين 3 جبنه قريش، معلقتين 3 جبنه فيتا، براحتك اللي عندك واللي متوفر. انا اخترت كده معلقتين 3 من الجبنه الاسطنبولي، بجد بيبقى طعمها حلو جدا جدا، بتبقى بريحه الفلفل واحنا بنحبها. حطيت عليها قرنين فلفل كده، خرطتهم صغير، وكام واحده لانشون كده، ومطلعه زيتون هحطه على الوش. عايزه تحطيه جوه الوصفه مفيش مشكله، حبيتي تزودي اي نوع خضار براحتك خالص، بشر جزر، مكعبات مثلا من الطماطم، اللي انت عايزاه.
انا كده خلاص خلصت الحشوه بتاعتي، خليتها جاهزه وخليت التسقيه. هجيب بقى اي ورقه جلاش كده، انا اصلا النوع ده مش عاجبني تماما. اول حاجه مدخدخ كده مكسر، في نفس الوقت كل ورقتين لازقين مع بعض. من اخر مره عملناه في وصفه الحلو ما عجبنيش خالص. وفي نفس الوقت الورق قليل، عدده قليل، وكمان الورقه مش كبيره، ده الورقه مربعه وصغيره. فاسلم حل ليها ايه؟ تعالي نعمل الوصفه اللي قلبت الدنيا. متهيالي انا الاخيره اللي عملتها، بس بصراحه لان انا بحب انواع تانية من الجلاش فدي سبتها للاخر خالص. قلت لما يبقى عندي ورقه مش حباها او مكسره او مدغدغه او الكلام ده ابقى اعمل الوصفه. طيب هتعملي ايه؟ هاخد اول حاجه نص الجلاش كده قسمته بالنص، واخدت اول جزء قطعته شرايح كده زي ما انت شايفه. وطبعا الشرايح اللي انا عملتها دي تكون رفيعه شويه، وبفكك بقى الشرايح من بعضها عشان ما تبقاش معاه مكلكعه. طبعا الصينيه دي تنفع باي نوع جلاش انت عايزاه. بالنسبه لي عشان الورقه دي ما عجبتنيش فقلت خلاص انا اعمل بيها الوصفه الحلوه دي، وما حبيتش ان انا اعملها مكلفه بفراخ او لحمه او الكلام ده كله. حبيت ان هي تكون اقتصاديه عشان لو حبيتي تجربيها تحس ان هي سهله وبسيطه ومش مكلفه، شويه حاجات من التلاجة ومش هتقولك لا. اول حاجه اخدت الطبقه الاولانيه من الجلاش بدون اي حاجه، ما دهنتش حتى الصينيه ولا سمنه ولا اي حاجه. وبعد كده ضغطتها كويس جدا بايدي بعد ما فرطتها كويس في قلب البايركس. والنوع البايركس ده اللي هو الوسطاني او الصينيه الوسطاني، لان عندي ورقه الجلاش اصلا كانت صغيره، ففي الغالب انا بحب الجلاش يملى صينيه كبيره ناكل منها براحتنا. طيب هتعملي ايه يا دودو؟ ده انت عامله دايت. انا ماليش في الصينيه دي كلها غير قطعه واحده فقط لا غير. اول حاجه هي حشوتها اصلا بسيطه، وفي نفس الوقت فيها خضار، وفي نفس الوقت هي طبعا فيها نشويات. فانا هاخد قطعه واحده بس منه اللي انا ايه ابر نفسي كده، ما يبقاش نفسي في حاجه وفي نفس الوقت ما اكونش كترت منها. اخدت اول قطعه كده من الجلاش بعد ما فردتها وبططتها بايدي او بظهر معلقه او بالهراسه. عارفه الهراسه بتاعت الفول؟ اضغطي عليها كده عشان تبقى طبقه متماسكه، وحطيت عليها معلقتين 3 من التشريبه بتاعتنا. بعد كده حطيت الحشوه ودهنتها كده، مش اللي انا حطاها وخلاص، لا انا وزعتها كويس جدا وضغطتها. وجيت بعد كده على نص الجلاش. طبعا انا كان ممكن ان انا اعمل ورقه الجلاش كلها شرايح كده، لكن حسيت ان انا هتلخبط، اللي تحت هيبقى اكتر من اللي فوق واللي فوق اكتر او اقل. فلا انا قسمت ورقه الجلاش الاول وشلت نص كده على جنب، والنص الاولاني حطيته تحت، والنص التاني زي ما انت شايفه كده قطعته شرايح بالسكينه او بالمقص براحتك. وبعد كده هبدا اللي انا احطه فوق الحشوه مباشره. بجد وصفه سهله، ما اخدتش وقت، ما خدتش اصلا حاجه، ويعتبر انا واخده حبه حاجات من التلاجة فبرضه مش مكلفه. طيب حبيت اعملها بفراخ براحتك خالص، اعملي شاورما كده واحشيها. عندك لحمه مفرومه اعمليها معصجه كده واحشيها. عندك شويه مشروم على اللحمه المفرومه براحتك خالص. عندك شويه جبن بقى وميكس مثلا من الرومي او التركي مثلا والشيدر مثلا والموتزاريلا براحتك خالص اللي انت عايزاه. عايز تعمليها اقتصاديه زي ما انا عملت كده براحتك برضو. في الغالب انا عندي بواقي اكل فمش بحب ان انا اقدم البواقي كده زي ما هي، لا ما عنديش الفكره دي خالص. انا بحب اعمل حاجه زياده على الاكل حتى لو هو هيكفي. بحاول ان انا اديهم اي حاجه، ان شاء الله شوربه لسان عصفور زياده، ان شاء الله طبق مثلا ملوخيه زياده، اي حاجه تبقى زياده عن اكل امبارح عشان يحسوا ان هو بجد في حاجه ولو حاجه واحده بس مختلفه. كان المفروض ان انا احط زيتون من النص بس نسيت، فحطيت على الوش كده عشان طبعا لما اجي اقسمها الاقيها حلوه. وهديها رشه حبه بركه، انا بحبها جدا في اي نوع، اي حاجه جلاش او معجنات بحب حبه البركه جدا جدا، وهي اصلا فيها فوائد رهيبه. هدخلها بقى على فرن يكون سخن على الشبكة، وهشغل من تحت ربع ساعة وبعد كده على الشواية. أنا معودة نفسي صراحة إن أنا أثناء ما الحاجة بتستوي أكون أنا شطبت الدنيا من حواليا، مشيت مثلا على الرخامة مثلا حاجة وقعت من اللبن أو الكلام ده، طبقين طلعوا الكلام ده كله. كان النور هنا قاطع لكن جه، فأنا حبيت إن أنا لما يعني النور لما قطع والنور طبعا مطفي في المطبخ ففتحت الشباك. لما جه طفيت النور وسايبه الشباك مفتوح عشان لو في دبان ولا حاجه يطلع، بس مشغله مثلا الشريط اللي هو الليد. تعالي نبص كده على الصينيه وجمالها وهي في الفرن، بجد كانت قلبه ريحه المطبخ وريحه البيت كله، كان ريحته جلاش، كان طعمها حلو جدا، فيها ريحه كده من ريحه البيتزا. ممكن تزودي زعتر براحتك خالص.
انا هنا عملت ايه ربع ساعه بس وهي على الشبكه ومشغله من تحت. بعد كده لما لقيت الجوانب بدات ان هي تفصل وتتحمر، لان طبعا البايركس بتبقي شايفاه، وبعد كده طفيت من تحت وقمت جايه مشغله الشوايه، اخدت اللون الحلو ده وبالهنا والشفا. طبعا ممكن تحطي جبن بقى على الوش براحتك خالص اللي عندك. بما ان الجبنه الموزاريلا غلت وزادت جدا 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 وبقت في زياده وزياده وزياده، فلازم نقتصد حتى في عمايلنا. يعني مش لازم عشان نعمل حاجة نحط كيلو جبنة على الوش أو ربع حتى على الوش، لا هي رشة بسيطة كده هتفي بالغرض وخلاص. لو تقدري تستغني عنها عشان طبعا هي غالية دلوقتي اليومين دول، أو نوظفها في وصفات تانية مفيش مشكلة. هنا عشان أنا عاملة بالجبنة فمرضتش إن أنا أزود ولا موتزاريلا ولا رومي ولا أي حاجة، فحبيت اللي هي تطلع كده اقتصادية، عشان لو حبيتي اللي انتي تعمليها وتجربيها تعمليها بنفس التكنيك ده. الزيتون كان بجد حكاية مع الورقة دي، اللانشون مع الفلفل الأخضر والجبنة من جوه بجد كان مديها طعم خيال. شايفة الجمال بجد حلوة قوي، كانت لذيذة، ما أخدتش وقت في عمايلها أصلا، تحميرها من فوق ومن تحت كانت حلوة، ما كانتش معجنة، كانت حاسة يعني اللي ياكل ما يحسش إن هي أنا مقصقصاها أو حاجة، لا هي ورقة جلاش عادية اللي هي بنعملها وطبقات مدهونة كمان. شايفه بجد كانت حلوه وعجبتهم جدا جدا. اي نعم ورقه الجلاش ما طلعتش كتير لان الورقه نفسها او لفه الجلاش نفسها اصلا ما كانتش كتير، فانت لو عندك ورقه اكبر هتطلعي كميه اكبر وهيبقى عندك صينيه اكبر من دي. فدي بجد يعني كانت لذيذه حلوه، لكن الورقه كانت صغيره زي ما اتفقنا. بس دي لما تتقدم بقى مع بقيه اكل امبارح بجد بيبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت بتديهم ايحاء اللي انت ايه انا مش مريحه النهارده ما انا قمت برضه عملت. عارفه انت الدنيا دي. المهم بقى قفلت كده شباك المطبخ، وانا بقفله لقيت الدنيا بتنقط، قلت ايه اجري اهرب، جريت على البلكونه قلت اما اقف بقى. بحب جدا 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 الاجواء دي، بحب جدا اتفرج على المطر واقف فيه واتبل كمان. يعني بصي مش بقى واقفه كده وخلاص، طبعا سحابه غيمت، فبما اني طافيه النور بتاع المطبخ فحسيت ان الدنيا يعني غيمت كده، فبصيت لقيتها بدات يعني مطره خفيفه اللي هو ايه نقطتين. قفلت الشباك على طول عشان طبعا ما تدخلش جوه على البوتاجاز، وعلى طول طلعت بقى وقفت. حرفيا الجو ده خيال حلو جدا جدا. ايه ده كسلتي؟ بالعكس دخلت بعد كده شمرت وكملت شغلي عادي جدا. هدخل بعد كده على البوتاجاز كان محتاج ان هو يتلمع كده ويتظبط، كان في شويه حاجات كده واقعه، وبما ان انا كنت بعمل غدا امبارح وكام حاجه كده وقعت وما كنتش قادره بالليل اللي انا اعمله، قلت عادي هسيبه لتاني يوم. فقبل ما ابدا بقى اللي انا اسخن حاجه عليه او اعمل اي حاجه زي ما انت شايفه كده، هبدا اللي انا اغسله غسله حلوه. كان ممكن اخد الحوامل والعيون لكن الميه كانت نازله تلج من الحنفيه، فما رضيتش صراحه، قلت لا اعملي البوتاجاز وظبطيه وخليه كده نظيف. في الغالب انا دايما لما باخد البوتاجاز باخد معاه الظهريه بتاعته، خدي بالك عشان دي بيطرطش عليها حاجات كتير، من صلصه من طبيخ من صلصه مكرونه حتى، بتسلقي حاجه مثلا وهي بتفور عملت طرطشه كده ولا حاجه على الباب، فخدي بالك لان الباب من اكتر الحاجات اللي بيبان فيه بتلاقي نقط كده من الدهون، حتى لو مش ما فيش حاجه طرطشت عليه، لا ممكن من الدهون اصلا بتاعت المطبخ عادي من الحاجات اللي انت بتعمليها على البوتاجاز بيترقم كده عليه. خدي بالك لان انت ممكن تكوني منظفه بوتاجازك لكن الجزئيه دي مش نظيفه. وانا بقى من عشاق اللزقه دي بحبها جدا، وناس كتير قالوا لي يلا غيريها، بنحب اللي احنا نغير دايما معاكي. انا والله عشان جايبه انواع نظيفه وحلوه، فالورقه زي ما انت شايفه كده كاني حطاها النهارده، بجد حلوه جدا وبتدي ايحاء للبوتاجاز ان انا برنس، انا برنس في نفسي. متهيألي لما بشيل اللزقه دي بحس ان المطبخ عندي ناقصه حاجه، فانا بحب دايما كل فتره كده اغير الورقه دي لما بتبوظ، مش لما بيهفني، لا يعني لما بتبوظ. في اوقات تانية ببقى حابه ان انا اغير شكل في المطبخ فبقوم شايله الورقه دي وبقوم عاملاها. انا واعده والله العظيم متابعين كتير على القناه اللي انا لما اشيلها اعملها معاكم بجد هعملها، لكن بس لما تقدم شويه لانها زي ما انت شايفه كده زي الفل يعني ولا مخدوشه، وطبعا عشان بغسلها ودايما بصبنها كده فنضيفه وزي الفل. فمش معقول هشيلها وارميها بس عشان ايه يعني عشان اجيب واحده غيرها، انا عندي واحده غيرها بس ان شاء الله اول ما هاجي اغيرها طبعا هصورها معاكم بالتفصيل مش هكروتكم ولا حاجه. المهم قومي يلا كده، حتى لو الدنيا عندك بدأت تمطر مطره خفيفه اوعي تكسلي، اوعي تلبسي الروب وتقعدي كده في قلب السرير، لا
قومي يلا تشجعي، بمجرد ما تحطي ايديكي في ميه صدقيني الكسل ده هيروح لحاله. واحنا عايزين الكسل يروح لحاله، احنا ورانا بيت ومسؤوليه وولاد، مين اللي هيجي يعمل؟ محدش. فانتي زي الشاطره كده، خلي عندك ايمان من جواكي ان ربنا هيقويكي. ما يحلى الشتاء غير بشوربة العدس. قطعت شوية خضار وقلت هو ده وقتها، هو ده وقتها، ايوه هو ده وقتها. الدنيا بره بتمطر، حتى لو مطره خفيفه مش مشكله، فاحنا نستغل بقى ده وندفي البيت وندفي العيال. اخدت كده كوبايتين او كوبايه ونص من العدس، غسلته ومع بصلايه كده قطعتها 4/4، مكعب من الثوم من الفريزر، بطاطسايه كبيره كده حلوه، واحدتين من الجزر، واحدتين من الطماطم، معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، وهحط لها مكعب من المرقه. وهسيبهم بقى مع 1.5 لتر من الميه يغلوا بقى براحتهم. انا مش بشوحها، لما كنت بشوح شوربه العدس كانت بتبقى حاميه، وبتحسي بعدها اللي انت عايزه تحبسي بقى وفي نار، نار يا عم الحاج. لا انا مش عايزه كده، انا عايزاها تكون خفيفه وسهله، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت معايا في العمايل يعني. طبعا احنا اتغدينا وغديت الولاد وسخنت لهم بقى، كان عندي اكل من امبارح وكان ورقه الجلاش. لكن دلوقتي في الوقت الحالي ده تقريبا احنا وقت المغربيه، فلما طلبوا اكل تاني قلت خلاص ماشي ادخل اعمل لهم شوربه عدس. صراحه هي بتدفي جدا، يعني خيال، حكايه 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 حكايه. بما ان ورقه الجلاش ما شبعتش قد كده، لان برضو العيال اول ما رجعوا من الحضانه كده اول ما شافوها اكلوا منها، مرضوش يستنوا الغدا. فعلى ما اكلوها وجيت اسخن لهم مثلا بقيت اكل امبارح، فاللي هو ايه اكلوا حاجه بسيطه كده، لا مش عايز، احنا عايزين حاجه جديده. طب ما انتوا اكلتوا جلاش. فكان اول حاجه جت في بالي بصراحه هي شوربه العدس. بما اني غاسله مواعيني ومظبطه دنيتي، مش عايزه الدنيا من حواليا تبوظ، يعني اللي هو ايه طبق سكينه، طبق كنت ناقعه فيه حاجه او حاطه فيه خضار، على طول اول باول اقوم عاملاه وغسلاه في ثانيه كده، واحط كل حاجه في مكانها وانشف الحوض عشان يبقى عندي دايما نظيف. ما احنا الجو ساقع، مش عايزين بقى نرقم مواعين ونقف ساعه على الحوض، طبعا هدومنا بتتبل والكم بقى بيتبل ودنيا خربانه. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين اللي احنا اول باول معلقه طلعت قومي على طول حطاها في الحوض وغسلاها وحطاها في الاماكن بتاعتها. في الوقت الحالي حبيت ان انا اطلع للولاد البطاطين، احنا خلاص غديتهم ولسه شوربه العدس على النار. قلت بقى وهي على النار كده بتستوي بقى وكده، هقوم داخله على طول شايله المرتبه واطلع لهم بقى البطاطين. هطلع لهم بطاطين اوضه الاطفال في الفيديو الجاي ان شاء الله هوريها لكم، لان كان الوقت ضيق جدا في الوقت ده وما كنتش عارفه اصلا اصور خالص، يعني انا هجيب بس معاكم مقتطفات كده. وقلت بالمره اشيل الدفايه واشيل الملايه بتاعت السرير واغيرهم، وطلعت كوفرته كده من تحت السرير وهحطها كمان على اوضه النوم. بصي بالمره اللي هو ايه شقلب وقلب في الانجاز. لكن لو كنت صورت بصراحه كان هياخد مني وقت طويل وانا عايزه انجز. فهعمل ايه؟ اول حاجه فرشت السرير ورحت حطيت البطاطين في اوضه الولاد وفرشتها لهم على السراير، وقمت جايه هنا بعد ما فرشت السرير هحط بقى البتاع ده اهو. المفرش ده بيعجبني قوي. اول حاجه هو على وجهين، ناعم جدا 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 وبيدفي، خيال حلو انا بحبه يعني بجد. لو قدامي واحد تاني اجيبه الوان تانية على طول هجيبه. هو انا حطيته على الوجه الفاتح ده، والوجه اللي هو التاني غامق شويه. بصي بقى في تضليعه كده ومطرز وفي حفر، بجد حلو جدا وبيدفي. ده الوجه التاني، يعني لما بزهق اشيله طبعا ده واقوم غسلاه واقوم حاطه على الوجه التاني، او ممكن المره الجايه اقوم قلبها على طول. هدخل بقى اكمل شوربه العدس. هي على ما خدت كده ربع ساعه كنت انا خلصت الحمد لله السرير وفرشت الدفايه، وفي نفس الوقت حطيت البطانيه ورحت حطيت للولاد بطاطين الاطفال. هروح بقى كده بالهاند بلندر، الاختراع الاكثر جمالا، بجد منجز جدا جدا، ولا خلاط بقى ولا تستني على الحاجه تبرد ولا الكلام ده كله. يا دوب انا بميل ايدي ميله بسيطه كده عشان طبعا الدنيا ما تغرقش معايا، انا لسه غسله البوتاجاز. وهجيب بقى كده مكعب من الزبده هحمر فيه شويه من الشعريه. عاده الاكل دي خيال، بتدفي بطريقه قمر، قمر يا ولاد، تحفه 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 تحفه، بجد حلوه جدا 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 واحنا بنعشقها. وطبعا عشان انا عامله دايت ما رضيتش اكل من الاكل اللي انا عاملاه، انا خدت واحده بس جلاش كده وقت الظهريه وخلاص. لكن دلوقتي بقى هاكل طبق حلو او طبقين كمان من شوربه العدس دي. اول حاجه مش حاطه فيها عيش، يعني صحيه وحلوه وكل حاجه، هي فيها بطاطس لكن برضو احنا مش بنكتر، ده هو طبق كده وخلاص.
هنا بقى حمرت الشعريه وزودت لها شويه من الميه عشان لما اجي احطها على شوربه العدس ما تسقطش تحت وتكتل وتلزق في قعر الحله. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزينها منتشره. وحطيت بقى التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، شطه، كمون، سنه من البابريكا، وكزبره ناشفه، بس مش اكتر من كده. وطبعا مكعب من المرقه، انا بحبها في الاكل، لو مش عاوزاه استغني عنه عادي جدا. الدنيا بتشتي عندك، قومي على طول يا شوربة عدس يا محشي. انا منزله معاكم 7 اكلات قبل كده، حلوين جدا جدا للشتاء، اغلبهم اقتصادي. يا ريت تشوفي الفيديو ده، هينفعك جدا 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 وهيديك افكار كتير. بصي بقى الجمال حكايه. انا السمنه عندي كانت خلصانه، فانا بحب دايما احط حته سمنه كده على الوش، بس كانت خلصانه. بصي انا بعملها كريمي تقيله وبجد خيال خيال خيال. لو بتعملي دايت عادي كلي منها، مفيش ادنى مشكله. يومي كده خلص معاك، اروح اتدفى بقى انا وعيالي، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا. ما تنسيش لايك حلو كده منك وكومنت كده عشان يشجعني، عشان ارجع اشجعكم تاني. ومع الف مليون سلامة، هتوحشوني.